النهارده بقى انا جايه احكي لكم على مهاره لو اكتسبتوها حرفيا حياتكم هتتغير 180 درجه. مش عارفه ليه محدش بيتكلم عنها. مش هطول كتير وهقول لكم هي مهاره السيرشنج، البحث. ليه تقعد تسأل كتير علشان توصل لمعلومة لما بقى تحت ايدك مصادر كتير زي جوجل وشات جي بي تي وجيميناي وغيرهم كتير؟ هتقولي مش عارف تسأل عن ايه وانها مش سهلة كده. هقولك انت صح. انا عارفة انها تقيلة في الاول شوية. في الاول ما بتكونش عارف تكتب تقول ايه ولا تسأل عن ايه. مش عارفين نترجم افكارنا لكلمات. الموضوع مش بالصعوبة دي. حاول تتعامل معاه كأنه حد صاحبك وما تتعاملش إنه آلة. لو عايز تسأل صاحبك هتسأله تقول له إيه؟ اكتبها حتى ولو بشكل عفوي أو كلمات عامية. بعد كده هتطلع لك نتيجة احتمال كبير ما تكونش مظبوطة من أول محاولة. كل اللي عليك تطلع تحسن شوية في طريقة كتابتك للسؤال، وده انت هتكتشفه لما تشوف النتيجة السابقة اللي ما كانتش متطابقة مع المطلوب. بعد شوية محاولات كتير هتكتشف انك اكتسبت حاجتين. اول حاجة انك مش هتقدر تقول على حاجة انك ما تعرفهاش، لانك بقيت تقدر تعرف اي معلومة وتتعلم اي حاجة في اي وقت. تاني حاجة انك مع كل محاولة غير موفقة علشان توصل للنتيجة اللي انت عايزها انك هتشوف نتائج تانية مختلفة. هي مش إجابة لسؤالك دلوقتي، لكن هي إجابة لسؤال تاني ممكن تسأله بعدين. فالطاقة لا تهدر يا عزيزي. لو حسيت إنك استفدت ما توقفش الاستفادة عندك، واعمل لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصل لك كل جديد.